اسمع، طلعت الصفراء عندي أمانة. أمانة ما أنزل ولا فلس واحد. تشتي تبزه ب20,000 بزه، ما تشتيش الله يسهل عليك. اسمع امس شوفها قد قمرتنا وسكتت، اليوم والله ما معي الا 15,000 وراس يعني. شوف بالله جالسين يدلون انفسهم. ايدي حياه ايدي. ما تخزن انت صح. افضل شكلك ابن الناس، ما انت من الصياع ديله. شوف بالله هم ديلهم نفسهم اللي يبكون علقات، نفسه يقول لك اسعار غاليه وماشي رواتب وكلام فاضي. تحصل موظف راتبه 50,000 ويخزن ب20,000 في اليوم. 3 أيام وخلص الراتب في القات. بس منين بيجيب فلوس القات حق باقي الشهر؟ يا بيسرق، يا بيتلاعب في شغله، يا بيرتشي. صح كلامي ولا لا؟ طيب بنقول ده لك كبار وموظفين، لا ايش رايك في الشباب والصغار؟ تحصله يوميا مخزن وهو بلا شغل، من فين يجيب فلوس القات؟ واحده من الثنتين، يا يضيع نفسه ويقع يا يسرق اهله، وغالبا يسرق اهله لما تحف. يا رجال الطريقه الاوليه يضيع نفسه ويقع والصاحب ساحب، وكلام امك احيانا هو اللي يطلع الصح. عشان اكون منصف معاك، اسال نفسك ليش يخزنون؟ انا بقول لك الشعب يبغى يتهرب من ضغوطات وظروف الحياه، شيء منطقي. لكن الواحد يخزن ب20,000 في اليوم ويجي يتغدى ب800 صياديه، ده اللي مش منطقي. خلي عيالك بالاكل في البيت وطالع نازل بكيس القات كما الكبش، فلوسك يوم القيامه بتحاسب عليها. ما اقصدك يا حبوب، مثل ما قلت لك وهديناه النجدين، طريق خير وطريق شر، وانت اختار. السلام عليكم. اليوم جبت لك قات بو نعمان بيخليك سلطان زمانك. يا ابوك شش بدايه مليون، شيل عدي من كيس. هذه اخر ما معي 14,000، باقي حق الدخان والبيبسي بدينا من البقالش. لا ما اتفقت كدناك يا عم صابر، جبت لك قاد درجه اولى واتفقتناك على 15,000، كيف تقول لي دحين 14؟ دي فلوسك وقاتي بشله. لا تسهل عليا كل شيء، انت اللي على الالف. ايوه الالف هو مكسبي الوحيد. حلو صاحبي بيدفع، كمل باقي فلوس القات 1000.